مؤامرة دولية خبيثة ولئيمة خارج كل قوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والممارسات اللا إنسانية بحقه في سجن إمرالي، ومنع اللقاء بمحاميه وحتى زيارات أهله وأقاربه. لذا نحن مجلسنا حياة الفلسطينية بكل مكوناته من كرد وعرب وسوريان، وتحت شعار لا أحد يستطيع حجب شمسنا، سنستمر بالفعاليات الديمقراطية بأي مكان وبأي زمان، وفاء للقائد عبد الله أوجلان وفتح المؤامرة والمتآمرين. ولن يهدأ لنا بال حتى تحرير القائد من السجن، لأن حريتنا من حرية القائد.